بسم الله الرحمن الرحيم. إن طاعة النبي صلى الله عليه وآله من طاعة الله عز وجل، ومن يؤذي النبي كأنما يؤذي الله عز وجل، والذي يرفع صوته على صوت النبي كأنما رفع صوته على الله عز وجل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتقول هذه الرواية للراوي النعمان ابن بشير المحدث الشوكاني المصدر در السحابة الصفحة والرقم 216. المحدث قال إسناد رجاله رجال صحيح، يعني الرواية صحيحة من ثقات الرجال. فلنسمع هذه الرواية. تقول: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله، هم يقولون وآله، فسمع صوت عائشة وهي تقول: والله لقد عرفت أن عليا وفاطمة أحب إليك مني ومن أبي. مرتين أو ثلاثا كانت تكرر ذلك، يعني تغار من علي وفاطمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يحبهم. ما هذه العداوة لعلي وفاطمة من قبل عائشة؟ لنكمل. فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها، المن ركض على عائشة، فقال: يا بنت فلانة، ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عجيب، الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وعائشة ترفع صوتها فوق صوت النبي. عجيب، هاي أخلاق عائشة وأدب عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وين احترام الزوج، وخصوصا كيف إذا كان نبي من أنبياء الله تعالى؟ ما هذه الشراسة والصلافة من عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ في أمان الله. أقبل أبو بكر يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يطرق الباب، فسمع صوت عائشة وقد رفعت صوتها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة. فغضب أبو بكر وقال: أبو بكر يستأذن، أبو بكر يستأذن، ودفع الباب ودخل وأقبل على عائشة وقال: يا ابنة أم رومان، ما قال يا بنتي، يا بنت فلانة، يا ابنة أم رومان، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.